اربط شهادة 3 سنوات زي الشهادة 19%، وموجود دلوقتي أعلى عائد بالبنوك تم إصداره بالبنك الأهلي أو بنك مصر لمدة عام واحد. تعال نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فكل ما يخص البنوك واستثمار أموالك. أفضل استثمار من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق، بعد اللايك والاشتراك في القناة. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. اكتر عملائنا في القناة بيسألوا عن العائد لمدة عام واحد، لانهم هم جربوا الشهادات 18% او 25% سواء في البنك الاهلي او بنك مصر، وطبعا كان العائد كبير جدا. فطبعا الناس كلها عايزة الشهادة لمدة عام. طب وكمان هم متخوفين ليه اربط شهادة 19% على 3 سنوات، وممكن الفايدة تتغير في اي وقت سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. ولأن كتير من العملاء غير راضي عن بعض الشهادات المطروحة حاليا بسبب أسعار الفايدة مع زيادة نسبة التضخم، وطبعا زيادة نسبة التضخم بتؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال. فالناس كتير عايزة شهادات تكون مناسبة للتضخم وتدير عليهم عائد إذا يصرفوا منه هذه الأيام. وعلشان كده احنا هنتعرف على أعلى عائد بالبنك الأهلي وبنك مصر الآن تم طرحه لمدة عام واحد فقط، وهو أذون الخزانة بالبنك الأهلي وبنك مصر. وقبل ما نقول أذون الخزانة، طبعا ناس كتير بتقول موضوع ال20% الضريبة. طب تعالى نتعرف ازاي نعوض ال20% ده ونربح أكتر من الفايدة الموجودة. ما هو أكتر الاستثمارات وأكتر المستثمرين بيستثمروا في أذون الخزانة. طب ليه؟ لازم تعرف إن أذون الخزانة دي إن أنت تقدر تسيل أموالك في أي وقت. تاني حاجة بتقدر تاخد الفايدة بتاعتك مقدما، وبتقدر تستثمرها مرة أخرى إما في أذون خزانة أخرى، أو إن أنت بتستثمرها في شهادات أو في استثمار آخر أو في ذهب. زي ما احنا شايفين الذهب طالع فوق، وفي حاجات كتير تقدر تستثمر فيها. ولازم ان انت تكون عامل محفظة استثمارية جيدة، يعني تستثمر في أذون خزانة، تستثمر في شهادات، تستثمر في ذهب. لازم تنوع استثمارك ومحفظتك. العائد حاليا على أذون الخزانة في مدة عام بيصل إلى أكثر من 26%. ده بيكون قبل خصم الضريبة، يعني بعد خصم الضريبة بيكون العائد برضو أكثر من 20%، يعني أعلى من الشهادة 3 سنوات 19%. لا، وكمان أنت بتاخد العائد بالكامل قبل خصم الضريبة كمان. في بداية ربطك لإذن الخزانة تقدر إن أنت تستثمره استثمار آخر، سواء في إذن خزانة آخر أو بتستثمره في شهادة أخرى أو بتستثمره في أي استثمار تقدر تدير عليك دخل لك. وطبعا أذون الخزانة دي مدتها في 3 شهور و6 شهور و9 شهور و12 شهر، يعني الفترة اللي هتناسبك تقدر تربط عليها وتقدر تسيلهم في أي وقت، وتقدر تبيع إذن الخزانة في أي وقت. وهنزلك في الفيديوهات القادمة عن كيفية ربط أذون الخزانة وازاي تربطها في السوق الاولي افضل سوق والاعلى من السوق الثانوي، وايه الفرق ما بينهم. كل ده هتعرفه في الفيديوهات الجايه. فما تنساش مشاركه الفيديو على كل اصحابك على السوشيال ميديا، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا كل